عارف اكتر حاجة بتوجعني ايه؟ لما اكون نفسي في حاجة وما تتحققش. كان نفسي الوحمة اللي في وشك دي تكون في وشي انا. وحمة وقلبك ضعيف ومش عارف تجيب حقك. طب قول لي بقى، انت اديك في وسط ناس ديابة هتعمل ايه؟ ما تبصليش، ما انا اللي بقوله ده هو الصح، ولا انت شايف ايه؟ يا سلام يا اخويا، انا عايز اقول لك كلمتين بس. الضعيف اليومين دول لما بيشوفوه بيحطوه تحت الجزمة كده ويدوسوا عليه. افهم يا اسلام، انا مش قاعد لك على طول او مش دايم لك على طول. انا هنزل البلد كده كده، وخليك راجل وسط الرجالة دي او وسط العيال دي. هسيبك انا بقى عشان معايا ميعاد سفر. بقى انا الواد ابو جلابيه ده ضربني في عيني. وغلاوة امي ما هسيب لك حقك، بس انا شاكك في حد. مين؟ انا شاكك في احمد. هو أحمد؟ اللي جاب اخو الواد دوت وعمل فيك كده. ممكن. استنى الشهادة جت اهي. ما تقلقوش، اخوه الصعيدي سابه ونزل البلد. يعني إيه؟ هو بقى لوحده. قادرين تكسروا عينه تاني ونفسه. تعالى بقى عشان اخد لك حقك. جات لي لحد عندي. اسلام، انا بصراحه فرحت من اللي اخوك عمله امبارح، وبصراحه خد لك حقك من العيال دي. يعني انت مبسوط يا ايهاب؟ ايوه طبعا. طب على فكرة انا مش مبسوط اللي بيعمل اخويا ده. ليه بقى؟ يعني انت تفتكر لما اخويا يجي من البلد وياخد حقي وانا عارفش اخد حقي بايدي؟ يا ابني ده اخوك وظهره في ظهرك، يعني هو لو ما عملش كده مين هيعمل كده؟ يلا يا عم، اصله كده كده هو رجع البلد. يا نهار ابيض، الله يخرب بيتك، انا نسيت البطاطس على النار. امشي. بقت لوحدك يا خفيف. ومين قال لك انه لوحده؟